دوار هيشر حي شعبي في غرب العاصمة التونسية لا شيء يميزه ظاهريا عن بقية الأحياء فيها، غير أن هذا الدوار أو الحي الشعبي يسترعي الانتباه بكونه مسرحا لتبادل لإطلاق النار بين وحدات من الأمن ومسلحين مجهولين يحسبون على تيار ديني متشدد. هذه المرة تحركت قوات الأمن كما تقول وزارة الداخلية التونسية بناء على معلومات عن وجود أسلحة مخبأة ومشتبه فيهم. العملية أسفرت في أحد المنازل اللي بادر صاحب المنزل بإطلاق النار من سلاح كلاشينكوف على الوحدات الأمنية، مما دفعهم إلى الرد الفوري على هذا الهجوم. أسفرت عن وفاة زوجة صاحب المنزل وإصابته هو إصابة خطيرة. لعل الأخطر أن ما يدفع بدوار هيشر إلى الواجهة أكثر أنها المرة الثانية التي يلعلع فيها الرصاص في سمائه المفتوحة على احتمالات شتى بعد هجوم على مقرين للحرس الوطني في 30 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. بعدها بأسابيع كشف وزير الداخلية التونسي علي العريض عن اعتقال أفراد مجموعتين، إحداهما في ولاية القصرين والثانية في ولاية جندوبة غربي البلاد، وكلتاهما مؤلفة من 8 أشخاص. لم يربط الوزير بين ذلك وهجوم دوار هيشر، وتحدث عن خلية إرهابية في طور التشكل وعن ناشطين فيما يعرف بكتيبة عقبة بن نافع يجندون شبانا يوصفون بالتشدد استعدادا لتدريبهم في معسكرات في ليبيا والجزائر تابعة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. بعد فترة الإعداد يصبحون رهن إشارة التنظيم أينما أراد. دون استعارات، من الملاحظ أن التيارات الإسلامية في تونس تعيش مرحلة تجاذب وصعوبات لم يعد من السهل تجنب الحديث عنها، لا سيما بالنسبة لحزب النهضة الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي. كان النهضويون يتعايشون مع تلك الصعوبات ومع الحرج من تصرفات شبان محسوبين على جناح يوصف بالمتشدد داخل التيار السلفي، لكن الهجوم على السفارة الأمريكية في تونس في غمرة الاحتجاجات التي عمت دولا عربية وإسلامية إثر إنتاج فيلم في الولايات المتحدة يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قرب علاقة النهضة والسلفيين من نقطة تحول قد لا تكون أحداث دوار هيشر سوى واحدة من بوادره.